انتوا تعرفوا ايه هي اكبر غلطة ممكن تقعوا فيها لما نحب نجذب انتباه حد معجبين بيه او بنحبه؟ اننا ببساطة بنتحول لراديو، نحاول نتكلم كتير، نقرب اكتر، نثبت للشخص ده ان احنا شاطرين او نبهرهم باي شكل. والحقيقة ان علم النفس بيقول عكس كده تماما، لان الانجذاب الحقيقي ما بيجيش ابدا بالمطاردة. انا جاي بقى اقول لكم على 4 خطوات فعالة وجديدة واتدرست علميا من متخصصين هتخلي وجودك او وجودك لا يقاوم. والاهم كمان ان الخطوات دي هتتعمل بمنتهى الشياكه ومن غير ما نقلل من قيمه نفسنا خالص. جهزوا حاجه كده تشربوها وركزوا معايا جدا في كل كلمه. اول خطوه هنا هو مفعول التناغم، سر قانون التناغم. يعني ايه الكلام ده؟ في دراسه اتعملت في جامعه نيويورك واثبتت ان احنا بنميل بالفطره للناس اللي شبهنا. مش قصدي طبعا شبهنا في الشكل، لكن في الطباع والتصرفات والافعال والمبادئ الى اخره يعني. فلما نكون بقى مع الشخص ده نحاول نقلده في رتم كلامه، في هدوءه، حتى في لغه الجسد الخاصه بيه وبشكل غير ملحوظ. على سبيل المثال لو الشخص ده هادي ما ينفعش خالص ان اكون منفعل، ولو بيستخدم ايده وهو بيتكلم استخدم ايدي ببطء، لان الحركه دي ببساطه بتثبت اشاره للمخ عند الطرف الثاني وكانها بتقول له الشخص ده شبهي، فعلى طول بيفتح قلبه لا اراديا. الخطوه الثانيه سحر الاسم والاستماع. كارنيجي الكاتب الامريكي كتب في كتابه وقال ان احلى صوت بيسمعه الانسان هو اسمه وسط الكلام. يعني نقول اسم الشخص ده وهو بيتكلم وبصوت هادي. النقطة دي ليها سحر رهيب وده بيكسر الحواجز فورا. والأهم كمان هو الاستماع الذكي، إن الناس ببساطة بتنجذب للي بيسمعهم مش اللي بيبهر. يعني ممكن نسأل أسئلة مفتوحة، يعني بدل ما نقول يومك أو يومك كان حلو، ليه هي الحاجة الحلوة اللي بسطتك في يومك النهاردة، ونديله مساحة يتكلم ونركز بقى على عينيه. أنت كده بتدي للشخص ده أغلى حاجة بيملكها أي إنسان، وهو الاهتمام الكامل. خطوة رقم 3 نظرية الندرة والاتزان النفسي. وهنا هنيجي للنقطة اللي بيقع فيها كتير من الناس، الإتاحة الدايمة. علم النفس عنده قاعدة اسمها مبدأ الندرة، يعني الشخص اللي حياته متمحورة حوالين الطرف التاني بيفقد جاذبيته فورا. يبقى عكس الحاجة دي المفروض نعمل ايه؟ يبقى عندنا حياتنا، شغلنا، هواياتنا، اصدقائنا، عيلتنا. لان الشخص ده لما يلاقيك معظم الوقت مش فاضي، وده مش تناكة ابدا لا منك ولا منه ولا حتى تعال، انما ده اسمه استحقاق. فخلوا الشخص ده انتباهه ليكم يكون غالي مش رخيص وموجود 24 ساعة. الانجذاب بيزدهر في المساحة، يعني مهم ندي مساحة للطرف التاني، اديله مساحة ان يشتاق لينا علشان يعرف قيمتنا اكتر. الخطوة رقم 4 وهي قاعدة ال10 ثواني. لغة جسدنا هي عنوان، لأن الدراسات بتقول الانطباع الأول عند أي شخص بيبتدي من 7 ل10 ثواني. يبقى مهم كتافنا تبقى مفرودة كده، بندي إيحاء بالثقة مع ابتسامة هادية وصافية وصادقة، مش ابتسامة زي ما بيقولوا ابتسامة صفر. مهم كمان الغموض الشيء، يعني مش لازم نبقى كتاب مفتوح من أول لقاء أو أول تعارف، إنما ممكن نقول عناوين، خطوط عريضة، ونسيب التفاصيل لوقت تاني. لأن الغموض ده هو اللي بيخلي الطرف التاني أو الشخص ده يفكر فيك بعد ما تمشي. في النهاية بقى رجاء مني ليكم ان احنا بلاش ناخد الموضوع ده على انها تكون اهداف ان نصطاد فلان زي ما بيتقال، انما هدفي من كل اللي قلته هو اننا نكون اشخاص حقيقيين على طبيعتنا، واثقين من نفسنا وعندنا كاريزمتنا تخلي اي شخص يقرب مننا. فلو بدأتوا تحبوا نفسكم بجد وتقدروها طبعا، العالم كله هيشوفكم بعيون حلوه. يا ترى وجهة نظركم، هل شايفين ان الغموض بيزود الجاذبية فعلا ولا الصراحة المطلقة اهم؟ اكتبوا لي في التعليقات. وبمناسبة بقى انكم وصلتوا لاخر المقطع، متنسوش بقى لايك ومشاركة علشان اللي محتاج الكلام ده، ومتابعة علشان اللي جاي ان شاء الله.